انا احترت مع جمهور الاهلي وربنا. عماد النحاس ماشي كويس وبيحقق انتصارات، لا وحش، مشيه وهات لي مدرب اجنبي ولم لي بقى شويه الصفقات الحلوه اللي زي زيزو وبن رمضان وبن شرقي والحاجات اللطايف. فانا بقى جمهور الاهلي هطلع احفل على جمهور الزمالك واقول يا مجلس ادارتي ده حكايه، عشان بعد كده اشتم مجلس ادارتي انه جاب المدرب ده، ومش بس كده اشتم كمان اللعيبه اللي كنت بحفل بيها على النادي المنافس. فلا مش عاجبنا بقى كل ده، رجعوا لنا تاني عماد النحاس اللي كان بيعمل نتائج كويسه. فمع اول ماتش يا مؤمن، اول ماتش يتعادل بس عماد النحاس، جزء من الجمهور يقول الحقونا بسرعه مدرب، وجزء من الجمهور يقول لك زيزو ايه وبن رمضان ايه وايه اللعيبه دي، ولا اكن في فرق بتخسر وبتتعادل في الكوره. معلش مع كامل احترامي، روح الفانيلا الحمراء اللي بتقولوها والكلام ده كله، ريال مدريد بيخسر، لا ريال مدريد بيتعادل كمان عادي. طبيعي جدا لعيبه كانت مع مدرب زي ريبيرو عقيم بتحاول تتاقلم على طريقه افضل شويه مع عماد النحاس، اللي هو بالمناسبه لو صبرت عليه مدرب كويس قوي. بس لا ازاي؟ عشان مصري لازم اجيب مدرب اجنبي. وقول بقى المدرسه البرتغاليه والمدرسه الاسبانيه والمدرسه الافغانيه، حوار المدارس ده خلص، وممكن المدرب المصري دلوقتي مع اللعيبه المصريه في بعض الاحيان يبقى احسن من المدرب الاجنبي. ففكره انك كجمهور بتهاجم بس مع اي سقوط لفريقك، والحقونا نادينا ضاع، احنا تعادلنا مع انبي، ما لا قدر الله لو خسرت من الزمالك في ماتش القمه هتعمل ايه؟ هتقفلوا النادي؟ يا جماعه الكوره عايزه صبر، وخصوصا مع مدرب زي عماد النحاس اللي انت جربته قبل كده وعمل معاك نتيجه واداء كويسين. فليه ما بتطرحش فكره انك تصبر عليه وعايز بسرعه تغيير؟ فانت يا ابني نادي زي اي نادي، هتخسر وتتعادل فلازم تقع وتقوم. مع كامل احترامي طبعا، بس انا مش قادر استحمل ان في جمهور في الدنيا عايز فريقه يكسب طول الوقت. وهتتكلم بقى ان انا زملكاوي، وطبعا الكلام ده هيجي من مين يعني؟ ما انت زملكاوي لازم تقول كده. انا هنا شغلي ان اتكلم كوره، مش هطلع اقول لك انا زملكاوي واحفل. كل الكلام اللي انا قلته ده وارد في الكوره. في النهايه ما تنساش تعمل لايك وفولو، والاهم من ده دعم اخواتنا اللي بيعانوا اشد المعاناه. كان معكم الفيرود وسلام.